في الفيديو بتاع النهارده انا جاي اكلمك عن واحد من ارخص واحسن الساوند بارز اللي موجوده في مصر. الحقيقه انا لما كنت بدور الفتره اللي فاتت على ساوند بار اشتريه للبيت الجديد بتاعي لقيت منتجات كتيره قوي في السوق المصري، ولكن مشكلتها معايا كانت السعر. شايف ان كتير قوي ان ادفع 5000 جنيه في مجرد ساوند بار استعمله وانا بتفرج على افلام او اشغل عليه مزيكا. ولكن لقيت عند 2 بي شركه اسمها اكس لاود عامله ساوند بار اسمه اكس 800. ده اللي احنا هنعمل له ريفيو النهارده. وبالمناسبه ده ارخص ساوند بار موجود في مصر، بيتكون من جزئين: الساوند بار نفسه والجزء الثاني اللي هو البيز. وعلى فكره هو موجود ورايا هنا وهنتكلم عنه النهارده. وخلينا قبل ما نبدا في الفيديو اقول لك ان الساوند بار ده سعره 2000 جنيه. وبالمناسبه ده ارخص ساوند بار بيجي بجزئين اللي هو الساوند بار والبيز بالسعر دوت في مصر. فمن غير كلام كتير تعالى نتكلم النهارده عن الساوند بار من شركه اكس لاود. وكالعاده معاكم محمد ابو اليزيد قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. طيب الساوند بار اللي ورايا دوت لما بتطلبه بيجي لك عباره عن علبتين. اول علبه هي فيها الساوند بار نفسه واللي هو عرضه بالمناسبه 80 سم، مش كبير قوي. والعلبه الثانيه فيها البيز. طريقه التوصيل بين الاثنين سهله قوي. في سلك جاي من سماعه البيز الكبيره ديت واصل للساوند بار، انت بتوصله كده كيبل بتوصله في الساوند بار، هو اللي انت شايف شكله قدامك دلوقتي. والبيز دوت السلك بتاعه حوالي 4 أو 5 متر، فانت ممكن تحطه في اي مكان في الاوضه، مش شرط تحطه جنب الساوند بار زي ما انا عامل كده. من الحاجات اللي عجبتني في الساوند بار ده بصراحه ان هو فيه 5 مداخل او فيه 5 طرق انك تقدر تعمل كونكشن بين الحاجه اللي انت عايز تسمعها والساوند بار. اول حاجه وهي البيزك موجوده في معظم الساوند بارز وهي البلوتوث، ممكن توصل موبايلك بالساوند بار عن طريق البلوتوث. تاني حاجه واللي هي مدخل الاي او اكس اللي هو الكابل الواحد في واحد، ممكن توصله على الكمبيوتر من الموبايل او من التلفزيون بتاعك. تالت حاجه وهي مدخل اليو اس بي، وده موجود في جنب الساوند بار. ممكن لو معاك فلاشه عليها ميوزك او عليها قرآن او عليها اي حاجه توصلها في الساوند بار وتتحكم طبعا من الريموت اللي جاي مع الساوند بار، وهوريه لك كمان شويه. رابع حاجه عندك مدخل الاوبتيكال فايبر، وده بتستعمله لو انت موصل تلفزيون جديد بالساوند بار وعايز تستعمل الدولبي اتموس، لان الساوند بار ده بيدعم الدولبي اتموس، علشان لو انت عامل هوم سينما في البيت او كده تقدر توصل الساوند بار دوت مع اجهزه تانية وهيكمل الصوت معاك. وخامس طريقه توصيل برضه هي ليها علاقه بالدولبي اتموس وهي الاتش دي ارك، اللي هو مدخل اتش دي ام اي عادي خالص بتوصله في الريسيفر عندك او في التلفزيون او في التلفزيون بوكس اللي عندك وتوصله في الساوند بار، وبيدعم معاك برضه الدولبي اتموس. من الحاجات اللي عجباني قوي في الساوند بار ده وهو انه بيجي معايا ريموت كنترول صغير كده تقدر تتحكم منه في الساوند بار. الريموت ده ممكن تعمل منه ريست، لو انت عامل بريست للاوديو بتاعك تقدر تعمل منه ميوت، تقدر تعلي توطي، تعمل بلاي وبوز، تقدر تجيب النكست تراك البريفيوس تراك، تتحكم في اوضاع الصوت المختلفه اللي هي البلوتوث والارك والاوبتيكال فايبر والاي او اكس واليو اس بي. وكمان تقدر تعدل منه التون ده ممكن تعدل في البيز والتريبل. فرضا انت بتسمع تراك البيز فيه قليل ممكن تدوس على التون ضغطتين هيعمل لك في الساوند بار حرف البي وجنبه الرقم متدرج عندك من -6 ل6، فانت ممكن تتحكم في البيز اللي انت عايزه، ممكن تعليه ممكن تقلله. كذلك برضو التريبل، لو التريبل عندك في تراك عالي قوي ممكن تقلله او تزوده حسب رغبتك زي ما انت عايز. كمان الساوند بار فيه ميزه ان هو من الناحيه اليمين بتاعته من الجنب في تحكمات انك ممكن تعمل اون واوف، تعمل بلاي وبوز، تعلي وتوطي التراكات اللي انت مشغلها، علشان لو الريموت بتاعك فيه مشكله او ضاع منك او مش لاقيه تقدر تتحكم في الساوند بار. الساوند بار بتاع اكس لاود الاكس 800 شكله شيك جدا، بيناسب اي ستايل انت حاطه معاه، سواء انت عامل ستايل كلاسيك زي اللي انا عامله. على فكره اللي ورايا هنا ده مش لوحه، ده سامسونج ذا فريم تلفزيون هنكلمكم عنه الفيديو الجاي. ولكن خلينا مع الساوند بار بتاعنا، وعايز اقول لك ان شكله تحفه، بيناسب اي ستايل انت عامله، سواء اوضه كلاسيك زي اللي انا عاملها او اوضه مودرن او اي شكل انت عامله. كمان لو عايز تشغله على الكمبيوتر هيبقى شكله لايق جدا. كمان البيس بتاعك ممكن تحطه في اخر الاوضه وراك مثلا، مش شرط يبقى محطوط جنب الساوند بار زي ما احنا عاملين هنا. بصراحه شكل البيس بتاع الساوند بار بيفكرني بالاكس بوكس السيريس اس ولا اكس، كان نفس الفكره كده، السيريس اس تقريبا كان نفس الشكل بتاعه كده ولكن كان ارفع شويه. طيب كفايه انا كلام بقى عن الساوند بار، وهحاول انقل لك صوته دلوقتي تقدر انك تسمعه معايا. حاول تلبس هيدفون علشان تركز في الكواليتي بتاعت الصوت. طبعا المايك مش هينقل كل الكواليتي ولكن هدي لك جزء من الصوت بتاعه.
طيب زي ما سمعنا الصوت كده، الصوت بتاعه بصراحه ممتاز جدا. انا هنا بقى يجي دوري ان انقل لك التجربه بتاعه الساوند بار. الصوت بتاعه تحفه جدا. لما اكون بتفرج على اي فيلم او اي حاجه بيديني الايقاع بتاع الفيلم. كمان انا بشغله دولبي اتموس مع التلفزيون بتاعي، لان التلفزيون بتاعي فيه حاجه اسمها كيو سيمفوني، وان هو بيطلع مثلا صوت كلام الممثلين، لان الصوت ده فيه تريبل اكتر بيطلعه من التلفزيون، وصوت الميوزك والبيز والحاجات اللي بتخبط في الودن دي بتطلع من الساوند بار نفسه. فالصوتين مع بعض بيكملوا بعض بطريقه تحفه. لما بوصله على البلوتوث الكونكشن بتاعه حلو قوي، المدى بتاعه يعني كبير الى حد ما، الصوت بتاعه ما بيفصلش ما بيقطعش، ما فيش اي حاجه من الحاجات دي. الكواليتي بتاعته بصراحه تحفه. وموضوع الريموت الصغير اللي جاي معاك بتتحكم فيه من البيز والتريبل، تقدر تتحكم في اضاءه الصوت المختلفه، تعلي توطي، تعمل بلاي وبوز، تعمل ميوت، كل الكلام ده حلو قوي. وانك تلاقيه في فئه سعر 2000 جنيه بصراحه حاجه تحفه. انا كنت جبت ساوند بار ال جي، كان عباره عن ساوند بار بس، كانت سماعه 60 واط تقريبا، صوتها ما كانش اعلى حاجه، وكواليتي الصوت بتاعتها كانت حلوه، ولكن كان ينقصها البيز بتاعها، او كان ناقصها ان هي يبقى معاها بيز. لكن هنا انت عندك في الساوند بار ده في كل حاجه. تقريبا الصوت بتاعه 60 او 80 واط، وصدقني الصوت بتاعه عالي قوي. انت لما بتعلي هنا ان الساوند بار اخرك في الصوت او في العلو 30 درجه. انا ما فيش ولا مره سمعت على 30 درجه دي بصراحه، يعني بسمع 24 25 ده اقصى حاجه لما بكون عايز اسمع حاجه عاليه. كمان انا ببقى مشغل مع سماعه التلفزيون، فانا مش محتاج باي شكل من الاشكال ان اطلع لعلو الصوت ده كله. كمان صوت الساوند بار عالي قوي لما بتكون موصله على البلوتوث، فلو انت هتوصل موبايلك عليه 20 درجه هيبقوا كفايه قوي. طيب اخيرا الساوند بار ده تشتريه منين؟ تشتريه من 2 بي. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. والفيديو ده مش اعلان والله، كنت اتمنى انه يبقى اعلان ولكن هو مش اعلان. انا مشتريه بنفسي وجربته بنفسي بقالي اكتر من شهر بجربه، وقلت انقل لكم التجربه بتاعته كامله. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصلكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.